عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم جيتكم بواحد القصه ديال المطبخ، قصه قصيره من شهيوات الجده زهور. كان نهار اليوم الأحد والشمس كتشرق دافئه فوق الدوار. فاطمه البنت اللي عندها 10 سنين كانت كتحماق على النهار الحد، حيت كتمشي عند جداتها اللي مشهوره بالطبخ ديالها والشهيوات. هذا النهار قررت الجده باش تعلم فاطمه دير الطاجين باللحم والخضره. مني دخلت فاطمه المطبخ كتشم غير الرائحه ديال القزبر والسبان. قالت لها الجده اول حاجه غادي نديرو نغسلو اللحم مزيان ونقطعو الخضره اللي هي البطاطا وخيزو والقرعه ومطيشه والبصله. حتى البصله كتقطعها مشلضه باش كتعطي النكهه في الطاجين. من بعد خدات فاطمه السكين وبدات كتحاول تقطع، لكن يدها كترتعش وهي تضحك الجده. قالت ليها ما تخافيش، راه الطياب كيتعلم بخطوه خطوه. من بعد ما وجدت المقادير خدات الجده حطات السيس في الطاجين وسخناتو. من بعد زادت البصله والثوم وشويه التوابل اللي هما السكنجبير والخرقوم والابزار، وشويه بدات الريحه كتطلع وهي تقول فاطمه: واو جداتي الريحه زوينه بزاف. ضحكت الجده ديالها وهي تقول لها: هذه هي يا بنيتي، التوابل هي الروح ديال الطاجين. خلاو الطاجين كيطيب في المجمر بشويه عليه، والجده كتحكي لفاطمه قصص زمان، دوك القصص القدام. من بعد تلقى الطاجين المرقه وطاب اللحم وطابت الخضره حتى خرجت الريحه لبرا. ناض الجيران كيقولوا: شنو طيبت لنا فاطمه اليوم؟ لا، هذه زهور، الجده زهور شنو طيبت اليوم؟ صافي من بعد ساعه ناضت زهور حطت الماكله طاجين فوق الطبله. العائله تجمعات. المهم العائله تجمعات في الطبله وعجبتهم الماكله ديال فاطمه. مني ذاقوها وكل شي في العائله كيشكر فاطمه والجده زهور كيشكروهم. وفاطمه كانت فرحانه بزاف حيت تعلمت سر المهنه. بالنسبه للطبخ ماشي غير المقادير، هو حب وصبر وقصص كتحكى وسط ريحه الشهيوات. شكرا لكم لتتبعكم. ما تنسوا الى عجبتكم القصه ديروا لي لايك وتعليق واشتراك.